صلي على رسول الله. ايوه بقى ايوه بقى، يا نهار صاد. يلا بسم الله. لا استنى بقى استنى بقى. تعالى يا احمد، تعالى يا احمد، تعالى يا احمد، صور العظمه دي. صلي على رسول الله. يا نهار اسود. طب نفتح ولا ايه؟ صلي على رسول الله اهو. تعالى يا مسهل. ايوه بقى ايوه بقى، عظمه النبي عظمه. نروح للي بعده صح؟ يلا بسم الله. بسم الله. دول جديين يا جماعه، يعني دول جديين بقى حركاتهم. ايوه بقى يا لهوي، لو تشوفوا حله الرز اللي تحت. ايوه ايوه بقى. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. كل جثه من دي تحتها حله رز بينزل فيها الخير كله. يلا يا لهوي انا بموت. انا بموت. ايه ايه، تعالى يا احمد، تعالى يا ايه ده بقى؟ وزي وزي والله، حاطط عيني عليها، حاطط عيني عليها من اول، من قبل، من وانا نازل. ايوه بقى ايوه بقى. وزي بص بص تعالى بص اللي بيحصل ده. ارقص ارقص. لا لا استنى. طيب كتيبة المزاجنجية، بص دي بص دي بص دي بص دي بص دي. كتيبة المزاجنجية اللي بيحصل ده، اللي بيحصل ده بالضخامة دي وبالعدد ده وبالإتقان ده وبدرجة التسوية دي مش موجود في أماكن كتير. بص يا عم، بص ده، بص ده، بص ده، بص اهو ده. تعال بقى، لازم تقرب، لازم والله لازم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ايه؟ وقعت حاجه. طب انا في ده. تعالى كده يا احمد، تعالى نصلي على رسول الله. بص شوف الحته دي، هل دي ينفع يتسمى لحمه؟ وبقى كده مش لحمه، انا لابس جوانتيين فوق بعض واللحمه مولعه. دي مش لحمه يا جماعه. تعالى بس، تعالى تعالى. ده مش قوام لحمه، يعني ده قوام حاجه كده اقرب للايه؟ وزي وزي ولا تعالى نضرب بالانس عشان نشوف جوه الجدي ده. اولا في هنا النخاع الشوكي بالمناسبه، عارفين النخاع الشوكي يا جماعه؟ ده النخاع الشوكي اهو اهو، ده بص طبعا صغنطوط قد ايه. طيب معانا بقى هنا ايه؟ الله الله، اهي انا اصلا داخل ادور عليها والله. دي الكبده. اوف 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 اوف، ايدي مولعه. ده الكبده والكلاوي والقلب. طيب كتيبه المزاجنجيه انا عند حضرموت عنتر، والمره دي اللي انا موريه لكم ده انا بوريه لكم عشان حاجه. هو احنا الرز ده ما تيجوا ينفع ندلق الرز ده؟ انا بوريكم اللي احنا فيه النهارده ده دلوقتي. دي افران المندي، وطبعا في افران ثانيه لسه جوه. عدد الجديان دي طلع. هات يلا اديني الكبشه عشان اشيل اسمه ايه؟ اسمه ايه اللي فوق؟ اسمه كشنه. ايه هي الكشنه؟ خلينا نقول للناس برضو التفصيله دي واكمل هقول لكم انا بعمل ايه. بصوا يا جماعه، ده حله رز بتبقى جوه في الحفره. الجديان دي لما بتخش النار دي بتبقى تحتها، فكل البهاريز اللي بتنزل من الجديان ومن الفراخ في فران تانية بتنزل على الرز ده، غير طبعا التوابل احنا المفروض نشيل ده بقى كده خالص، صح كده؟ طب اعمله انت عشان انا مش مالك قوي. دي كلها طبعا اللي بقى الليمون المعصفر والحبهان والورق، يعني شويه حاجات كتير بتدي طعم للرز مع البهاريز اللي نازله من الجديان. فلك ان تتخيل الرز ده. انا هوريه لكم دلوقتي الرز ده. هات ده، هات. يلا تعالى ادلق بقى ده هنا اهو. يلا بسم الله. اديني الطبق ده تاني عشان انا مش هقدر الحقيقه اشوف المنظر ده من غير ما اخد منه شويه يعني. ده يا جماعه، ده يا جماعه، ده يا جماعه مش رز، ده طعم رز. اللهم صل على النبي. ده طعم رز. في اولا رز بسمتي طبعا ابن لذينه يعني هو اصلا. بعد كده طعم وبهاريز، كل ده نازل في شويه الرز دول. مش يعني قصدي كل حله ليها الجديان بتاعتها يعني.
ايوه بقى. كنت بقول لكم ان مش اماكن كتير او نادرا ما تشوف مكان حضرموت عنتر عشان كبير، عشان هو ضخم، عشان مبيعاته كبيره، عشان هو مطعم ضخم. فيبقى انتوا عارفين ان المطاعم المندي تلاقي فيها فرن 2 3، انما يبقى العدد ده ما شاء الله عندهم هنا وجوه، كل ده بيطلع في وقت واحد. حضرموت عنتر بالفعل. اديني بقى، مش هقدر. تعالى يا احمد. ايوه، من الاماكن اللي اولا في مجال المندي بالفعل من كلاس ايه، يعني بدون نقاش. رقم 2 ان انت تبقى مثلا في رمضان، انتوا شفتوا العزومه اللي عملناها في رمضان هنا ما شاء الله، يعني المكان فوق بعضه. وفي رمضان عاده المطاعم بتتفضح، يعني اللي هو ايه، لو مطعم مش باور جامد قوي ما ينفعش ياكل 500 بني ادم 1000 بني ادم في دقيقه. فكمان يبقى مع ده في ثبات في الكواليتي وفي المستوى ده، لا يبقى ده مكان الحقيقه. فين تعال، انا الحقيقه دي مريت عليها بسرعه، فاحنا كل ده هينزل لنا تحت على السفره، صح؟ طب يا احمد، يلا يا احمد ودينا يا احمد، يلا. منتظر ايه؟ انت منتظر حدث سعيد، يعني منتظر حدث جلل، منتظر عروسه، منتظر خبر سعيد. ايوه بقى، تعالى والله، وشك جايب الخير والله. تعالى. ايه احنا ايه هنفضل نبص؟ مش حدش هياخد النكست ستيب بقى في علاقتنا. يلا تعالى. ايوه بقى سمي الله بقى كده. ايوه بقى صلي على رسول الله. طبعا تسلم ايدك. يا نهار اسود، كفار قريش. هم الكفار كانوا بيعملوا الخرفان مندي ولا كان عندهم طريقه ثانيه؟ والله يا نهار اسود، يعني احنا بنقلد الكفار دلوقتي. تعالى، اللهم صل على النبي يا احمد، اللهم صل. اروح فين؟ نضرب البالانس ازاي؟ بص في هنا ايه، مش عارف، انا محتار الحقيقه. بص 1 2 3. نعمل ايه؟ طب انا عملت تحت كل حاجه، انا مش لاقي حاجه جديده اعملها. الطبقه دي يا نهار ابيض، الطبقه دي يا رب. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اديني وانا ضايع يا فنان. روح حد يجي؟ احمد فين؟ احمد اهو. هو ده اللي عاوز اعرفه فين. بقيت ماسوري يا ابن اللذينه. هنضرب البالانس المتين. تعالى فين هو بقى؟ اهو الخير كله. بابا المجال. حبيبي. لا انا هنا في المندي، هنا بابا المجال هنا. ايوه بقى. السحاوي، الله، لكل مقام صوصاته. والله جامده، لكل مقام صوصاته، صح كده؟ ده القلب يا جماعه، بصوا القلب، بصوا القلب ابيض ازاي. والله اهو ده يروح بابا المجال. ينفع بقى، ينفع نعمل كده، يعني ينفع نودي دي كده بابا المجال ونروح عشان الراجل الطيب اللي ورانا ما نكسفوش. تعالى بص دي المشهد ده. مشهد مهيب. انا على فكره باكل من ناحيتكم عشان التصوير، انما الطبيعي ان انا اكل من ناحيتي يعني. ده اتيكيت اكل الخروف. التيس، بص دي. طب ايه يعني، ايه المنظر ده؟ ايه ده؟ يا جماعه حضرموت عنتر، هقول لكم على حاجه غريبه جدا في المطعم ده. نادرا ما تلاقي حد بيعمل صنفين من الاكل او سكتين، مطبخين، وتلاقيه في جامد في الاثنين. طول عمري اقول يعني بتاع المندي لو عمل مشويات ما يبقاش جامد قوي، بتاع المشويات لو عمل شرقي ما يبقاش جامد قوي، بتاع الفول والطعميه لما يعمل فراخ مشويه ما يبقاش جامد قوي. خلاص كده ما شاء الله. من النوادر اللي جمع التميز في المندي والتميز في الشرقي.
حضرموت عنتر الحقيقه يعني. عايزين نروح فين تاني يا استاذ؟ ها؟ انا ما زلت مصمم ان شريحه اللحم اللي هي تحت الجلد دي من اطعم قطع اللحم في الجلد. اعزم يا نهار ابيض. هديه حبيبي. طب استنى هديه اخرى، هديه اخرى كل اللي حوالينا، هديه اخرى. يلا تعالى لا ما انت ما تكسفنيش بقى. ايه تعالى والله لا تيجي. طب والله لا تيجي. بقول لك والمصحف نتيجه كبرت في دماغي. ايه يا عم في ايه يا عم في ايه يا عم انا هرج ولا ايه؟ لما اقول تيجي يبقى تيجي. بص هديك نصها اهو. لا الحته اهي ماليش فيه والله لا تاكل. ماليش فيه والمصحف بس سمينه. والله. طب استنى اهي سمينه. ايه هو الضاني من طب جاي تاكل ضاني طب انت اهو. خش بقى يا عم بقى عشان تخليك علينا. يلا يا عم يا باشا. في حاجات كده ما تترفضش. ده اسمه كلاء اهو. انا داخل على الاوفر دوز خلاص. يا نهار ابيض ده شرف لينا يا عم. في ايه؟ عينيا. طب استنى بس يا غلازي انا كنت موزه. يا سلام تعالى. اصل موزه ايدي مخلعه خالص يعني. عرفت يا نهار اسود. لا نشيل ايه يا عم انت عيب عليك. جاي لك اهو جاي لك اهو. طب ايه نعملها ازاي؟ تعالى قرب ده اصلا مش عايز اوقع بس. تعالى خش ازاي بقى؟ خش نط كده. نط على طول يلا. ايوه بقى هو ده. ايوه بقى بعد حضر موتنا بالكلام. لا دي حقيقه حقيقه. تعالى اهو. كنت تديها له ولا كنت انت كيس انا كيس. هات لي مشاوي بقى. ريقي جري عليها والله. والله انا لسه واكل وساعه ما شفتك نفسي اتفتح. انت حبيبي والله الف هنا. طب يلا هاتوا لنا مشويات. يلا يا سلام جدا. تعالى يلا. اللي هننزله نفتحه نعمل كده اهو. يلا اوبا الحكمبار اهو. بس ده ايه؟ ده لسه طالع من الحجز حالا. اهو يلا بسم الله. رز ايوه بقى رز ابو شعريه بقى بتاعنا اهو. باميه. يلا ايوه بقى سخنه جدا. ده ايه؟ اوف ده دخلت. تعال خد البقبقه دي اهي والله. تعالى يلا حط هنا. تعالى تحس انها لابسه زي البتاع اللي بيلبسوه الستات على راسهم دي. لا ايه الاجرام ده؟ يا اجرام. انتوا عارفين ده ايه؟ ده مخاصي وكوارع وممبار. ده ممبار ولا ده يا نهار اسود. تعال منور الدنيا والله العظيم. انا مستوعب اعصابك عامله ازاي والله بجد يعني. الله يهنيك. ايه ده واخده ليه؟ ده خده ليه؟ طيب انا ده عايز طبق فاضي. يا جماعه استنى هنا في فكر عالي. اولا دي مخاصي والله ودي كوارع. فين الكوارع؟ الطبق جه. هات طبق. تعالى نحطه. هات تاني. هات 5 6 كده تاني. طب انا لو عايز ادلق ده. لا ما انا هدلقه. مش صح كده ولا ايه؟ صح كده. بسم الله يلا 1 2 3. اولا امسك كده. بسم الله اهو. يلا بسم الله. اوف صلي على رسول الله. يا نهار اسود ايه ده؟ لا استنى. بص هنا. بص اللي بيحصل ده. يا نهار اسود. ايوه بقى ايه ده؟
اللهم صل على النبي. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ استنى بقى عشان ده. طب بصوا انا عايز اقلب ده، تيجي تقلب لنا ده. تعالى هات العيش يا جماعه. لقطه العيش ده طالع من الفرن دلوقتي. بص اهو طالع من الدخان اهو، طالع من الفرن دلوقتي. هتقلب لي ده؟ يلا. كرومب بالانتر كوت نعمله من الشتاء للشتاء. كرومب بلحمه طب يلا، طب اقلب يلا. ايوه بقى ايوه بقى ايوه بقى قرب. استنى يلا ماشي 100 100. ايوه بقى ايوه بقى. تعالى تعالى يا تعالى يا احمد تعالى يا احمد. ايوه بقى. اوف 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 ارقص. تسلم ايدك يعني والله. اهي دي تورتايه والله مش هخدشها، دي تبرد بس وبعد كده ابدا اتكلم بقى. طيب ده اسمه هنا، ده اختراع الحقيقه لازم ابدا بيه عشان ده برنس. ده نسميه ايه؟ نديله ده ايزو سفاله، ده ايزو يعني ده ايه؟ ده بتاع ده الابداع. ليه بقى؟ ده طاجن ديناميت. بصوا المكونات. ده ايه؟ ده كلاوي صح كده؟ كلاوي الجدي، كلاوي قد كده تمام. لحمه ضاني دي الريش، او احيانا بيقولوا عليها النيفه، يعني اللي هي النص التحتاني بتاع الريشه. ممبار، مخاصي، قلب، كوارع، حلويات، حريص واحد. كل شويه بكتشف في حاجه ثانيه انا ما قلتهاش. ده طاجن ما حصلش قبل كده، لم يحدث من ذي قبل. ده بقى نروح داخلين فيه بالعيش. حلويات، حلويات الواد ده هو حلويات. تعالى بقى. ده يا جماعه متسوي. وطبعا دي تفصيله المزاجنجيه بس هم اللي يبقوا فاهمين التفصيله دي ماذا تعني. ايه التفصيله بقى؟ ان المكونات دي استوت مع بعضها تقريبا في الفرن 3 ساعات. يعني ايه؟ يعني في طعم. يعني مش انا من شويه اكلت لحمه ضاني، مش اللي فات ده ضاني، ده كان طعم. حته اللحمه الضاني دي طعم تاني خالص. ليه بقى؟ لانها راحت مع الناس، واللي يروح مع الناس لازم ربنا يكرمه وتسته يعلى. اصل هيعمل ايه؟ ما هو لازم ياخد من الناس. واحنا هايلي ريكومنديشن ده للرجاله. يعني ده طاجن الرجاله بس. ولو واحده ست لازم معاها محرم عشان ما ينفعش تاكل ده لوحدها. حلو كده؟ طيب ما تقلقش على فكره، ما انا خلي قلبك جامد يا ريس. في ايه؟ طيب ده كرومب يا جماعه، كرومب بريحه، كرومب الفلاحي. يعني احنا اولا دي شرائح انتركوت دي يا جماعه بالمناسبه. دي لحمه كندوز بتكون بص عامله ازاي، كندوز مش ضاني بقى. بص يعني حاجه كده من اللي هو ايه، يعني اللحمه استوت سوى المحشي. المحشي ما بياخدش سوى كتير، خلي بالكم. يعني المحشي يعني الكرومب ده قعد له قد ايه في الفرن مثلا؟ ساعة ونص. ما انا كنت لسه اقول والله. ده معناه ان هو النار هاديه. ساعة ونص محشي معناه ان النار هاديه. طب نار هاديه في فرن في طاجن مع ده معناه في الاخر ان الاثنين طعمهم يعني مختلف، غير لما تسوي المحشي لوحده واللحمه يعني. دي كلها تفاصيل. تعالى معايا يا احمد، تعالى. ده الحكمدار يا جماعه، ده الحكمدار. ليه الحكمدار؟ لان ورق عنب بالكوارع من الاكلات اللي اولا انا بحس بروح عبد الباسط حموده في الطاجن ده والله. يعني بحس ان هو طاجن ايه، تقيل كده وعتيق وجامد وبابا يعني تحس ان هو في وسط الطواجن هو والعكاوي الحقيقه.
والله تحس ان بابا الطواجن. سموه بابا الطواجن. والله. او باب او حكمدار، خلاص سميه حكمدار. دايما يقول لك الدهن في العتاق. يعني ايه؟ حته الكوارع دي ايه اللي حصل فيها؟ انتوا شايفين القوام ده مش قوام كوارع، ده قوام حاجه جديده غير الكوارع يا جماعه. يعني ما احنا كنا بناكل الكوارع المسلوقه طول عمرنا، بس ده مش قوام الكوارع المسلوقه اللي احنا بناكلها. ايه اللي حصل؟ الكوارع دي دخلت الفرن يا جماعه، وما ادراك ما الفرن، وما ادراك لما يبقى حد عارف كويس قوي هو بيسوي ازاي في الفرن. تعالى يا احمد. هو يكره حاجه لو يبقى معانا حد انا باكل وهو بيمسح لي عرقي، زي عارف زي بتاع تشارلي شابلن بتاعت زمان دي. والله يعني بحس انها ايه؟ فرحية محمد صبحي. ايوه. طيب تعالى شوية رز. تعالى، هو فعلا محتاجين رز، بس هقول لك على حاجه والله ما اكسفك، الرز مع الطاجن ده ده اكيد عكاوي، صح كده؟ صح كده؟ دي اكيد عكاوي. عكاوي طبعا. عكاوي ايه؟ عكاوي السلحدار. حلو برضه عكاوي السلحدار، بس ايه ده مامتها يعني اسمها كده ولا ايه؟ يعني قصدي يعني ايه المنطق يعني؟ نسيت ان احنا اطلقنا هذا الاسم على لا ممكن اكون نسيت العكاوي. ايوه احنا قلنا الكوارع الحكمدار. ايوه. والعكاوي السلحدار. والمصحف. طب والمصحف نسيت. طيب يا جماعه العكاوي السلحدار بابا، يعني احنا قلنا ماشي اصل العكاوي برضو بيني وبينك العكاوي دي لازم عشان تروح في حته، لازم تروح في حته برضو ايه، تروح نجمه. تروح نجمه، يعني نجمه في حته ثانيه زي الاهلي والزمالك، يعني ما ينفعش نقلل منها. تعالى يا احمد، تعالى يا احمد، عشان انا مقدرتي هي قطمه واحده بتاعي. دايره الخير، دايره العكاوي دي هي دايره الخير. تعالى وروح، تعالى يا شوري حبيبي يا شوري، تعالى يا شوري. ايوه بقى تعالوا يا اولاد، تعالوا يا اولاد. انت قلنا احنا بنتكلم على باك جراوند. ايوه ما انا فاهم. هنا بقى في منطق ان انت تروح تاخد ايه؟ شويه رز كمان. مش عارف هو الناس اللي بتاكل رز بالشوكه دول بيعملوا ايه؟ هو ايه التهريج ده؟ يعني ايه رز بالشوكه يعني؟ ده غريب قوي. هتحصل اهي، ثانيه واحده اهو. كده مش الباقي. طيب تعالى يا احمد. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. تعالى يعني. هما الرز بالشعريه جابوه ليه؟ انت جاي تصور ولا جاي تهرج؟ لا انا جاي اهرج الحقيقه. الحقيقه هكدب عليك يعني. تعالى يا احمد. طب يا جماعه يعني لازم اكرر المعلومه، حضرموت عنتر. انا طول عمري اقول اللي شاطر في حاجه صعب يبقى شاطر في مطبخين ثلاثه في نفس المطعم يعني. ما شاء الله حضرموت عنتر محقق التميز في المندي. حضرموت عنتر في كلاس ايه في المندي، وكمان في الطواجن والشرقي، وده صعب اداريا، صعب في تشغيل المطاعم، ده صعب. اللحمه دي بقى يا نهار اسود، بس سخنه جدا طبعا. ليه؟ ايه عايز ايه؟ عايز مناديل؟ طبعا. انا بستحمى مش بعرق. طبعا انتوا عارفين انا بعرق امتى؟ بعرق امتى يا احمد؟ بعرق امتى يا شوري؟ بعرق لما اتبسط من الاكل. شاطر يا شوري والله شاطر. انا امي الله يرحمها لما كنت باجي من الجامعه تحط لي اكل تكون كلت مثلا وتقعد جنبي تبص لي كده، اول ما ابدا اعرق تقول ايوه انا كده عرفت ان الاكل عجبك. حللت ان انت عرقت عشان حاجه ثانيه. لا انا بعرق لما الاكل يبقى حلو. والله يعني التكييف شغال بس بعرق برضه.
تحس ان السعاده بتظهر على شكل فيزيكال، يعني اللي هو ايه؟ دي انزيمات السعاده. انزيمات السعاده. انزيمات كبرنا الموضوع. لا انا بيخطر ببالي افيهات انا مش قادر اقولها. تعالى عشان انا كده ايه داخل على الاوفر دوز حقيقي بقى. والله. يلا ودينا للنساوي بقى. على الرز برضو، على الرز. تعال بس وجود برضو رز بالشعريه في سفره زي دي برنس. مشويات صح؟ يلا على المشويات يا احمد. جدا. انا رسوح. طب ايه؟ ايه؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. تعالى يا عروسه تعالى. ده كباب. ماشي، ده كباب ودي انتركوت وده فراخ شيش صح كده؟ دي ريش الهانم. الريش دي الهانم. الشيش طاووق ماشي، دي بنت الهانم، دي بنتها. اللي جاي ايه؟ ده ضرب. ده بابا، ده المعلم، ده هنسميه المعلم. ها، وده نسميه ايه؟ وده نسميه البرنس. ده السجق الضاني، ده البرنس صح كده؟ ها، واللي جاي كفته. الكفته دي كفته تسلم ايدك. طبعا بابا. نروح بقى هنا المشويات جت، فنروح جايبين بابا في مجال مقعدينه هنا جنبنا. بص والله يا رياض ده المين ديش. يا نهار اسود. طب انا هعمل ايه؟ يعني هروح فين في الحاجات دي؟ بصوا يا جماعه، بصوا. هي الحياه درجات. اعمل ايه؟ لازم ابدا بالبرنس ده، بالهانم دي الهانم. يا نهار ريشه. طيب احنا طبعا عارفين حضرموت عنتر لما تلاقي مكان بالضخامه دي، اذا كان كما او كيفا، طبيعي من غير ما اعرف يعني ان يبقى عنده مزرعه بتخدم عليه. يعني ده مش مطعم بيروح يجيب مثلا 20 خروف ولا 20 جدي وبعد كده لما يخلصوا خلاص. طيب لما يكون عنده مزرعه بتاعته وبيعمل وبيربي المنتجات والمواشي بتاعته، ده معناه ان اولا الاكل اللي بتاكله الجديان الاكل هو اللي بيوكل بايديه، فاكيد هيبقى مهتم بشويه حاجات بقى، الكم والكيف والوزن ومش عارف ايه. فدي ريشه مدملكه يا جماعه. الريشه ما بتبقاش كده على فكره، يعني ده كده حاسس ان هو حاجه جديده. يلا بسم الله. تعال. طبعا بس الحروقه دي تعالى يا احمد، تعالى يا احمد. لو تشموا. لو الناس كلها بتبدا بالحته دي، انا هبدا بالحته دي. بابا تعالى يا بابا، يا نهار اسوح. قلتها قبل كده، الخروف البرقي، الجديان البرقي اللي هي بتتربى في الصحراء بيبقى طعمها احلى، وريحه الضاني اللي مش بتحب، في ناس مش بتحبها، بتبقى قليله فيها جدا. والله الطرب ده يعني نو كومنت. والله نو كومنت. اقول ايه؟ الصمت في حرم الايه؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. ده كباب. ها؟ اوديه فين يا احمد؟ ممكن نوديه بابا. بابا المجال بقى المره دي مختلفه بقى صح؟ بس الطبق التاني بابا غنوم. هو احنا كان في حاجه قلنا عليها ماما، نعمل ايه؟ انا سعيد سعاده غامره. طيب
شفت اللي قلت لكم من شويه على ان حضرموت عنتر الشرقي المندي والشرقي هو بالفعل جامد. طيب المشويات دي معظمها ضاني، فالمطعم اللي بيبقى عنده الخروف البرقي واللي عنده مزرعته واللي عنده حاجته اللي هو بيربيها ويسمنها الف ب، يعني قصدي لوجيك، يعني لازم يبقى في المشويات جامد. ليه؟ المشويات البطل فيها حاجتين، الخامه الخروف الجدي ها، والكواليتي بتاعته، والتتبيله. تتبيله بقى الكباب والحاجات دي كلام فارغ، يعني ملح ومش عارف وميه بصل وحاجات بسيطه جدا، فالطعم بيبقى هو البطل. عشان كده كمان المشويات عند حضرموت عنتر جامده جدا. وانا بجيب جاهز، طب اعمل ايه؟ يعني ماذا افعل؟ انا عايز ادوق الفراخ، لان انا بالنسبه لي تعالى، والفراخ مش الشيش طاووق كمان، دي الفراخ اللي هي بيسموها فراخ شيش. تتبيله بسيطه بتخلص الموضوع. طيب بدون نقاش حضرموت عنتر في حته متميزه جدا. المندي اديكوا شفتوا الضخامه، يعني شفتوا لما يبقى فيه حد بيسوي الكميه دي كلها في وقت واحد وبيطلع بنفس الكواليتي بنفس التسويه وفي وقت واحد، ويبقى بيخدم على مكان تروحوا في اي وقت ويك اند او في وسط الاسبوع فتلاقي في ويتنج ليست. بصوا الناس ما يعني خدوا انطباعاتكم من الناس، يعني ما دام بتلاقي مطعم بالفعل عليه الترافيك ده وفي ويتنج ليست والناس حباه كده 100% من غير ما انا اقول 100% يبقى مطعم متميز. اتبسطتوا؟ الف هنا، ربنا يبارك. يا باشا ده انتوا على راسنا، ده انتوا اللي هتعملوا المشاهدات في الفيديو ده. حبيبي انتوا نورتونا والله. والله نورتونا يا سيدي. اقول لهم على المفاجاه، اقول لهم على الخبر الحلو. طيب عندنا خبر حلو مش هنقوله دلوقتي في حضرموت عنتر، خبر حلو جدا بس نبقى نقوله لوحده، صح كده؟ طيب انا خلصت يا جماعه، انا خلصت وخلصت الحقيقه. حضرموت عنتر كنت حابب المره دي اصور لكم تفاصيل ازاي يكون في مطعم بالحجم ده بيسوي بالشكل ده، وازاي بيتعامل مع الشغلانه من اولها لاخرها. كنت حابب انقل لكم الصوره دي يعني. شكرا لكم، وكان معاكم مصطفى محمود، وماذا جنجي جنجك جنجنا كلنا. طيب